مع ضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ أحمد مصطفى مدير تحرير صحيفة اليوم السابع. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. بداية لو نبدأ من العنوان الأبرز في صحيفة اليوم السابع التي ستصدر غدا: مخاوف من أخونة بطاقات اقتراع النواب في المطابع الأميرية. لو تحدثنا بالتفصيل أكثر عن هل هناك من دلائل أو قرائن حصلت عليها اليوم السابع أثارت مخاوف بالفعل من احتمالية أخونة بطاقات الاقتراع كما تحدثتم؟ في هذا الموضوع اللي بينقلهولنا في عدد صباح غدا الصادر غدا ان شاء الله الزملاء هاني عثمان وحازم عادل بيكشفوا لنا فيه عن التخوفات الموجوده لدى العديد من القوى السياسيه والخبراء والمتابعين لعمليه الانتخاب ان يتم تكرار ما حدث في الانتخابات الرئاسيه الاخيره حول ما اشيع عن وجود بعض الاستمارات تم اللعب بها الخاصة بالمطابع الأميرية. الخبراء أشاروا أنه هناك عدة إجراءات تطمينية تم اتخاذها بالنسبة لبطاقات الاقتراع الخاصة بمجال مجلس النواب القادم. الإجراءات تتضمن عبارة عن أولا أرقام مسلسلة لكل بطاقة مدرجة تخرج من المطابع الأميرية. هذه بطاقات الاقتراع ستكون كل لجنة لها رقم مسلسل يبدأ وينتهي بأرقام بعينها. أيضا يتم الآن الإعداد بأن يكون السادة القضاة ومشرفي اللجان لديهم مستندات ثبوتية خاصة بهم عبارة عن صور شخصية وأسماء حتى يتسنى للجميع معرفة من هم موجودون داخل اللجان، خوفا من المذاعم أيضا التي كانت قد أثيرت من قبل بعض القوى السياسية مؤخرا في الاستفتاء حول أن هناك بعض السادة هم دون القضاة وليسوا القضاة. دي كلها إجراءات بتتعلق بالعملية الانتخابية نفسها وسير العملية الانتخابية. احنا بنتكلم عن واقعة بحد ذاتها وهي واقعة انتوا تكلمتوا عنها ووصفتوها بأنها أخونة بطاقات الاقتراع. لا يمكن لصحيفة أن تضع هذا العنوان وتتبناه إلا إذا كانت الصحيفة نفسها هي تمتلك قرائن أو دلائل تشير إلى أنها بالفعل حصلت على بعض الدلائل تشير إلى أن هناك عمليات تزوير ممنهجة بشكل أو بآخر يقوم بها الإخوان أو يتلاعب بها الإخوان بشكل أو بآخر في بطاقات الاقتراع. لكن أن تتبنى الصحيفة وجهة نظر حركة 6 إبريل وتضعها في صدر الصحيفة الأولى، فهذا يعني أن الصحيفة نفسها يعني هي عندها كمان هي قرائن أو نحن مثلا لم نتضمن رأي أحد، لكن هناك بعض المصادر رفعت لنا ان هناك تخوفات من اجراء وتكرار هذه العمليه اللي هي ايه الخاصه ببعض ان يتم اللعب في اشياء خاصه بالاستمارات الاقتراع الخاص. هو تكرر قبل كده، حصل قبل كده، حدث قبل كده بطاقات الاقتراع، بدليل ان العديد من اللجان والمنظمات الحقوقيه والخاصه التي راقبت والتي لم تراقب خرجت لنا بالعديد من بطاقات الاقتراع، مئات آلاف البطاقات الاقتراع التي لم يتم استخدامها اساسا، علما انها مثبته ومختومه ولها ارقام مسلسله. وبالتالي فنحن خوفا على برلمان مقبل وخوفا على وضع احترازي وخوفا على إجراءات نرجو أن تخرج وبناء مؤسسات ديمقراطية في أعقاب ثورة 25 يناير، فنحن وضعنا مع عدد من الخبراء يعني بدأنا نبحث في المعلومة خوفا من تكرارها. إيه علاقة الإخوان بالموضوع؟ ليس أولا ما يسير حوالين أمور أن المستفيد هي السلطة القائمة. السلطة القائمة من يقوم عليها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. فالخوف هناك هاجس موجود في الشارع المصري، أخوانة الإعلام، أخوانة القوات المسلحة، اليوم السابع أخوانة بطاقات الاقتراع. ليس بهذا المقصود، ليس اليوم السابع لم تقول هذا، ولكن كان الغرض منه أنه الوصول إلى الإجراءات الاحترازية التي نضمن بها أن المواطن المصري الذي سيخرج لإرادته الحرة ليقوم بإدلاء صوته لن يتم التلاعب من قريب أو من بعيد لصوته. ونحن أولا وأخيرا كل ما نبغى كوسائل إعلام تخاف على مصر أن يخرج المواطن المصري ليدلو برأيه، إما أن يقول إما أن يختار أو يقاطع، ولكن تكون هناك إيجابية للخروج وليس مقاطعة العملية الانتخابية برمتها كما يشيع أو كما يردد بعض القوى المختلفة. تمام. طيب، في عنوان آخر